وسلامة أراضيها. وفيما يتعلق بالمستجدات في الصومال، فإننا نرحب بالتقدم الحاصل على صعيد المصالحة الوطنية الصومالية وإعادة بناء مؤسسات الدولة، كما نعبر عن خالص التهنئة للرئيس محمد عبد الله محمد الذي شكل انتخابه تجسيدا لتجربة ديمقراطية ناجحة تعكس التطورات الإيجابية التي شهدها الصومال الشقيق خلال الفترة الماضية. وبالرغم مما تحقق، فإن الصومال لا يزال بحاجة إلى مساندة أشقائه وأصدقائه لتحقيق سلام شامل ودائم، كما يحتاج إلى تحرك عاجل ودعم فوري لتمكينه من مواجهة تداعيات موجة الجفاف الحادة التي ضربت منطقة القرن الإفريقي. وفي الإطار ذاته نجدد تضامننا مع جمهورية السودان الشقيقة ودعمنا لجهودها الهادفة إلى تعزيز التنمية وترسيخ الأمن والهدوء والاستقرار في ربوع البلد وصون